مساء الخير يا حبايبي. النهارده هنعمل جلاش بالجبنه الرومي والموتزاريلا. عندنا نص كيلو جلاش، وعندنا جبنه رومي، وعندنا موتزاريلا. كميات اللي تحبوها. هنعمله زي المثلثات كده، او نقول سمبوسك. عشان داخلين على رمضان، كل سنه وانتم طيبين وشهر كريم عليكم وعلينا ان شاء الله. و... و... وبصوا المقادير: نص كيلو جلاش، وعندنا موتزاريلا وجبنه رومي وزيت ندهن بيه. مفيش اي حاجه. احنا بصوا هنعمل ايه. بصوا، هناخد ورقه ورقه، نلف الجزء الباقي فوط علشان يا جماعه ده بينشف مش بيستحمل. اهو بصوا معايا بقى، ندهن كده دهنات خفيفه خالص. احنا مش عايزين حاجه تقيله بقى، احنا داخلين على رمضان، عايزين نعمل حاجات خفيفه، مش عايزين حاجه تبقى تقيله. كده على خفيف هنتنيه كده، ماشي. وهنجيب دي كده، اوكي. هندهن هنا دهنة خفيفة كده، وبعدين نحط كده. نعمل كده كده، هي هتيجي معانا لوحدها اهي. طب فلتت مننا شوية، احنا ممكن نتني دي كده سنة صغننة اهي، واحد بس اهي، عبارة عن مثلث. نعمل واحد تاني. بصوا حبايبي، هنعمل واحدة تانية اهي اهي، هنتني كده، ادي تانية في النص كده، ودي عليه بسيطة خالص، ماشي. ان شاء الله حتى ندهن من النص كده، احنا بندهن بس عشان يورق كده ويدينا التوريقة الحلوة اهي. لو عندنا جبنة قريش بقى هعملها برضه، هحاول نعملها بالزعتر اهي. هي بتيجي معانا لوحدها، هي مخططة نفسها اهي كده كده اهي اهي، هي رسمة نفسها على كده. طب انا في حتة صغيرة هنا اهي، اعملها كده وهتنيها لجوه كده اهي. بس ايه رأيكم في الشكل الجميل ده؟ سمبوسك ولا مش سمبوسك؟ انا هكمل كله بقى وهوريهولكم في الاخر. بصوا حبايبي، خلصنا دي اهي الصينيه. انا عملت مقاس صغير شويه، هوريكم دلوقتي هنعمل المقاس الصغير ازاي. وعندنا بيضه وعليها معلقه لبن واحده، مش اكتر من كده. ندهن بس وشها كده عشان بيديها حمار وريحه جميله. نحط سنه فلفل اسمر، ندهن وش كده اهو، نديله حمار كده جميل اهو. ما نحاولش نوقع يا جماعه الصينيه عشان بيلزق البيض، بيلزق في الصينيه. تأني كده، ومش مش هنرميه، هنستخدمه. نعمله اومليت، ندخله في الفريزر. على فكره بدخله في الفريزر بيطلع زي الفل، في فنجان صغير كده في الفريزر، وغطيه كويس، طلعيه في اي وقت تستخدميه على اي حاجه، بانيه او مثلا جلاش تاني. ان شاء الله نعمل افكار جميله كده بالجلاش عشان رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين حبايبي. بصوا حبايبي، دي جبنه قريش، ما فيهاش حاجه خالص. فيها نص معلقه نعناع مطحون، ونص معلقه زعتر. هنعمل ايه؟ بصوا الطريقه اللي انا بقولها لكم الجديده، نخليها على 4. بصوا هنعمل كده، ادي واحده اهي. لو عايزين تصغروا الرسمه شويه اهي،
بقت 4. اوكي. ناخد بقى عشان اوريكم بس ان اي جبن هتشتغل. لو عندك جبنه دونتي اوكي شغاله، عليها معلقه قشطه ماشي، حلوه وجميله اهي. لا تبقى تقيله شويه اهي، لما هتبقى صغيره اهي ماشي اهي بقى كده بس. هي ماشيه لوحدي، انت هتلاقيها بتيجي معاكي. انا كنت بستصعبها زمان لكن لقيتها سهله خالص وبسيطه اهي، جميله وزي الفل. هكمل الباقي وهوريهولكم. بصوا حبايبي، شايفين المنظر؟ شايفين القرمشه؟ شايفين الجمال؟ بصوا حمارة. بس ارجو ان انتوا ما تنزلوش البياض والبيض اللي من على الوش من هنا، ما تنزلوش تحت لانه بيلزق، فحذاري تنزله. لكن سامعين القرمشه؟ شايفين الجمال؟ اظن ده يعني نقول كده إيه سمبوسك كدابه شويه ومش مكلفه. طبعا عجينه السمبوسك غاليه جدا. ممكن تحطي فيه لحمه مفرومه، ممكن بسطرمه، او تحشي زي ما احنا عملنا جبنه رومي وموتزاريلا، او جبنه بيضه مع زعتر ونعناع برضو ظريفه مش بطاله. مش عارفه هي النهين تقريبا دي اهي سخنه مولعه اهي. وارجو ان انتوا تتابعوني، وكل سنه وانتوا طيبين بمناسبه ان رمضان على الابواب، وربنا يجعله خير وبركه عليكم ان شاء الله وعلينا معاكم برضو، ما يجراش حاجه معلش. وتابعوني، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير، وباي باي.